من غير لبن ومن غير بيض هخليكي أستاذة في عمايل الكريب. مش عايزة أقولك بقى طعمه خطير، غدا سريع طعمه يجنن. لو كنتي أول مرة تشوفيني، أنا هبة إبراهيم، بنعمل وصفات سهلة جدا وخطيرة. هاتي بقى الخلاط بتاعك كده، هننزل ب3 كوبايات مية من الحنفية عادي، وهنحط عليهم 3 كوبايات من الدقيق، معلقة من الملح، معلقة من السكر، هنضربهم كويس جدا. وبعد كده أصفيهم عشان لو في أي تكتلات. هغطيهم بستريتش كده راب واسيبهم لمدة 10 دقايق. طاسة تكون غير لاصقة، وابدأ ان انا امسحها كده بالمادة الدهنية. وعندي هنا الكريب هو ده القوام المظبوط، ابدأ اوزعه، تكون الطاسة عندي دافية. اول ما تاخد لون من تحت اقلبه الناحية التانية واحطه بين فوطة كده، لازم اغطيه علشان ما ينشفش معايا. وابدأ ان انا اخلص كل الكمية بالطريقة دي. عايزة اقولك ما شاء الله ال3 كوبايات دقيق عملوا لي كمية حلوة جدا. عايزه اقول لك اوفر بكتير من انك هتشتريه من بره. تعالي نعمل صوص كاتشب على مايونيز كده. وكان عندي فاهيتا وبطاطس محمره وشويه جبنه موتزاريلا. وبدات ان انا اجيب الكريبايه واحط الصوص والفاهيتا والبطاطس والجبنه الموتزاريلا وكده اقفله زي الساندوتش كده. وخلصت كل الكميه بالطريقه دي. جريلا بقى تكون سخنه، ادهن ماده دهنيه وابدا كده احمره عشان ياخد اللون الجولد الخطير اللي انتي بتشوفيه كده في اشهر المحلات. مش عايزه اقول لك بقى وصفه حلوه خطيرة تجنن، لازم تجربوها. ولو عجبك الوصفة لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا.